اهلا بيكم سنة 5 ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على تاني درس عندنا في الترم التاني بعنوان الهرم السكاني لمصر. وهتلاقيني سايب لك لينك تحت الفيديو على طول علشان تحمل منه كل الاسئلة دي وتطبعها وتذاكرها براحتك. ويلا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه. أول سؤال عندنا جايب لي صورة للهرم السكاني اتعمل سنة 2022، وبيقول لي عليه شوية أسئلة عايزك تأجيب لي عليهم. أول حاجة بيقول لي الفئة المنتجة في مصر تمثل رقم كام؟ أنا عايزك تبص على الرسمة بتاعت الهرم السكاني دي وتقول لي أنهي فئة وأنهي مجموعة بتشتغل وبتنتج. أقول له رقم 2، لأن رقم 2 دي أنا فاكر إن كان دول الأشخاص في سن العمل، دول هم اللي بيشتغلوا، يبقى أول حاجة رقم 2. طيب بيقول لي يشير رقم 1 على الهرم السكاني لفئة ايه؟ رقم 1 تحت دول ايه؟ اقول له دول صغار السن. احنا عارفين ان صغار السن في قاعدة الهرم السكاني، يعني موجودين في الاسفل. طيب بيقول لي يوضح اللون الوردي في الهرم السكاني لإحصائيات نقط. هو اللون الوردي أعرف منه إحصائيات ونسبة مين؟ أقول له نسبة الإناث. طب بيقول لي يشير رقم 4 على الهرم السكاني لنسبة ايه؟ رقم 4 بيشاور لي على الجزء الأيسر، على النص الشمال اللي لونه أزرق، يبقى ده إحصائيات ونسبة مين؟ أقول له الذكور، يعني الرجال. طب رقم 5 الهرم السكاني لمصر يتميز بالقاعدة. أقول له الهرم بتاعنا من تحت عريض، يعني بالقاعدة العريضة. كده احنا عرفنا لو جاب لي صورة هرم سكاني وعليها شوية اسئلة ازاي احلها. طيب بيقول لي بقى رقم ب، ما العلاقة بين اول حاجة عدد المواليد وقاعدة الهرم السكاني؟ ايه العلاقة بين المواليد والقاعدة بتاعت الهرم من تحت؟ اقول له فاكر لما قلت لك ان الهرم العريض بسبب زيادة عدد المواليد، والهرم الضيق من تحت القاعدة بتاعته ضيقة يعني بسبب انخفاض عدد المواليد؟ اكتب الاجابة ازاي؟ اقول له كلما زاد عدد المواليد اصبح الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة، وكلما انخفض عدد المواليد يعني قل اصبح الهرم السكاني ذو قاعدة ضيقة. تاني، يبقى كلما زاد عدد المواليد أصبح الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة، وكلما انخفض عدد المواليد أصبح الهرم السكاني ذو قاعدة ضيقة. طب أنا هقولها نفس الإجابة بس مش بنفس الكلام. أقول لك المهم تقول له إن الهرم اللي قاعدته عريضة ده بسبب إن عدد المواليد كتير، والهرم اللي القاعدة بتاعته ضيقة بسبب انخفاض عدد المواليد. طيب بيقول لك رقم 2 الأفراد في سن من 15 ل 64 سنة واقتصاد الدولة. ايه العلاقة بين الناس اللي سنهم من 15 ل 64 واقتصاد البلد؟ اقول له الافراد من سن 15 ل 64 دي هي دي فئة سن العمل المنتجة، يعني اللي بتشتغل، والتي تعول صغار السن وكبار السن. ده دي اللي بتصرف على صغار السن وكبار السن. طيب بتعمل ايه برضه في الاقتصاد؟ اقول له هنزود كلمة اسمها وتحقق برامج التنمية. كل برامج التنمية وكل المشروعات مين اللي بيقوم بيه؟ أقول له الأشخاص من عند 15 سنة ل 64 سنة، هم دول اللي بيقدروا يشتغلوا، وهم دول اللي بيقدروا يعملوا برامج التنمية، بيبنوا مدارس ومستشفيات، وهم اللي بيبنوا وبيشتغلوا وبيعملوا كل حاجة. طيب أنا مش عايز أقول وتحقق برامج التنمية، أقول له العلاقة إن هم دول اللي بيشتغلوا، يعني الفئة المنتجة واللي بتصرف على صغار السن وكبار السن. طيب تاني سؤال عندنا جايب لي سؤال صح وغلط، وبيقول لي رقم 1 الهرم السكاني ده عبارة عن رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. أقول له صح. طيب رقم 2 تزداد نسبة الإناث عن نسبة الذكور في مصر. غلط، ده الذكور اللي أكتر من الإناث. طب رقم 3 التركيب النوعي عبارة عن تصنيف السكان على حسب الفئة العمرية. غلط طبعا، التركيب النوعي عبارة عن تصنيف السكان على حسب النوع ذكور وإناث، أما التركيب العمري هو اللي تصنيف السكان على حسب الفئة العمرية. طب رقم 4 يشير اللون الوردي في الهرم السكاني إلى إحصائيات الذكور. غلط طبعا، اللون الوردي ده بيشير إلى إحصائيات الإناث. أما بقى لو عايز أعرف الذكور قد إيه هلاقوهم موجودين على إيدي الشمال، يعني في النصف الأيسر باللون الأزرق مش باللون الوردي. طب رقم 5
الفئة المنتجة في الهرم السكاني المصري توجد في قمة الهرم، يعني الفئة اللي بتشتغل هي الفئة اللي موجودة فوق خالص. أقول له غلط، اللي موجودين فوق خالص كبار السن، ودي فئة مش منتجة. ده الفئة المنتجة موجودة في النص، يعني في وسط ومنتصف الهرم، اللي هي فئة سن العمل. طيب بالنسبة لرقم 6 عندي بيقول لي الفئة التي تعول كبار السن وصغار السن هي فئة سن العمل، يعني بتوع سن العمل دول هم اللي بيصرفوا على كبار السن وصغار السن. أقول له صح. طب رقم 7 يحتل كبار السن قمة الهرم السكاني، يعني فوق خالص. أقول له صح. طب رقم 8 يتسم الهرم السكاني بالقاعدة العريضة، إذا انخفض عدد المواليد. لما عدد المواليد يقل الهرم السكاني تبقى القاعدة بتاعته عريضة. أقول له غلط طبعا، القاعدة العريضة إذا زاد عدد المواليد مش انخفض عدد المواليد. طيب رقم 9 يتسم الهرم السكاني لمصر بالقاعدة العريضة. أقول له صح. وطبعا ليه؟ بسبب زيادة عدد المواليد، عندنا مواليد كتير جدا، علشان كده الهرم السكاني بتاعنا القاعدة بتاعته عريضة. طب رقم 10 تساعدنا بيانات الهرم السكاني في تحديد احتياجات السكان. أقول له طبعا صح، الهرم السكاني بيقدر يخليني أحدد احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل. طب رقم 11 أصدرت الدولة قوانين بحظر عمالة الأطفال. الدولة طلعت قوانين بتخلي عمالة الأطفال دي جريمة. أقول له طبعا صح. طب رقم 12 يمثل العاملون بحرفة الصناعة ربع قوة العمل في مصر. هل الصناعة بيشتغل فيها ربع الناس اللي بتشتغل في مصر؟ أقول له غلط، دي الزراعة مش الصناعة. الزراعة هي اللي بيشتغل فيها 25% من الناس اللي بتقدر تشتغل، يعني ربع قوة العمل. طيب آخر سؤال عندي في صح وغلط بيقول لي يساعد التعداد السكاني على التخطيط الجيد لمستقبل الدول. يعني لما بنعمل تعداد سكاني ونجيب بيانات، كل ده بيخلينا نقدر نخطط للمستقبل. أقول له طبعا صح. اما بقى على الرقم ب بيقول لي اكتب ما تشير اليه العبارات التاليه. انا جايب لك شويه تعريفات، عايزك تقول لي دول تعريفات ايه. اول حاجه عندي بيقول لي عباره عن رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. اقول له ده تعريف الهرم السكاني. الهرم السكاني ده عباره عن حته رسم بياني عليه شويه ارقام بتوضح لي توزيع السكان من حيث نوعهم، يعني ذكر وانثى، ومن حيث العمر على حسب عمرهم. طيب رقم 2 تصنيف السكان على حسب النوع ذكور واناث، ده ايه؟ اقول له ده التركيب النوعي. التركيب ايه؟ النوعي. اما على الرقم 3 تصنيف السكان على حسب الفئة العمرية. اقول له ده التركيب العمري. التركيب ايه؟ التركيب العمري. اما على الرقم 4 بيقول لي تصنيف السكان على حسب النشاط الاقتصادي، بقسم الناس على حسب الشغلانة بتاعتهم. اقول له ده التركيب الاقتصادي. التركيب ايه؟ التركيب الاقتصادي. يبقى انا عندي 3 انواع بقول عليهم التركيب النوعي والتركيب العمري والتركيب الاقتصادي. طب رقم 5 بيقول لي الفئة العمرية التي تحتل قمة الهرم المصري. ايه الفئة العمرية اللي موجودة فوق في الهرم المصري بتاعنا؟ اقول له كبار السن. طب الفئة العمرية التي تحتل قاعدة الهرم المصري؟ اقول له صغار السن. هي الفئة اللي موجودة تحت، يعني موجودة في قاعدة الهرم. طيب بالنسبة للسؤال الثالث عندنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 بيقول لي يطلق على تصنيف السكان إلى ذكور وإناث. اسم التركيب إيه؟ أقول له مادام قسمت الناس ذكور وإناث يعني رجالة وستات، يبقى ده التركيب النوعي. طيب رقم 2 تظهر إحصائيات الذكور على الهرم السكاني باللون إيه؟ لما أكون عايز أعرف عدد الذكور أبص على أنهي لون؟ أقول له أبص على اللون الأزرق طبعا، اللي موجود على إيدي الشمال في الهرم، يعني في النصف الأيسر. طيب رقم 3 تصنيف السكان إلى كبار وأطفال وشباب يسمى التركيب إيه؟ أقول له أنت هنا قسمتهم على حسب عمرهم، أطفال وشباب، يبقى ده اسمه التركيب العمري على طول. أما على الرقم 4 بيقول لي يحتل قاعدة الهرم السكاني المصري فئة مين؟ من الفئة اللي موجودة تحت في قاعدة الهرم السكاني؟ أقول له فئة صغار السن. فئة إيه؟ صغار السن.
طيب رقم 5 عندي بيقول لي الفئة العمرية التي تحتل بقى قمة الهرم السكاني لمصر هي فئة ايه؟ اقول له فوق يبقى كبار السن، يبقى قمة الهرم كبار السن، قاعدة الهرم صغار السن. اما على الرقم 6 الفئة العمرية الاكثر عددا في الهرم السكاني لمصر تحتل ايه بالظبط في الهرم؟ اقول له لما نيجي نشوف صغار السن وكبار السن وسن العمل هنلاقي اكبر عدد من السكان موجود في النص اللي هي فئة سن العمل، الناس اللي بتقدر تشتغل، لانهم اكتر من 60.7% من السكان، اكتر من النص. طيب الفئة دي موجودة فوق ولا تحت ولا في النص؟ اقول له منتصف الهرم، يعني وسط الهرم. طيب رقم 7 اهم الفئات العمرية لزيادة الانتاج والعمل، مين اللي بيشتغل؟ اقول له الناس اللي عمرها من 15 ل 64 سنة اللي هم موجودين في نص ومنتصف الهرم السكاني اللي بقول عليهم الاشخاص في سن العمل. طيب رقم 8 بيقول لي تمثل فئة صغار السن في مصر نحو قد ايه من السكان؟ اقول له التلت على طول، يبقى صغار السن قد ايه من سكان مصر؟ التلت. طب رقم 9 اتساع قاعدة الهرم السكاني في مصر يدل على ارتفاع معدل ايه؟ لما ببص على الهرم السكاني في مصر والاقي القاعدة بتاعته عريضة، ده معناه ان انا عندي زيادة وارتفاع في عدد ايه؟ اقول له عدد المواليد، لاننا عرفنا لما نلاقي عدد المواليد كتير يبقى ده معناه ان قاعدة الهرم هتبقى عريضة. طيب رقم 10 يتسم الهرم المصري بالقاعدة، أنا لسه قايل بالقاعدة العريضة. طب رقم 11 كلما انخفض عدد المواليد يتسم الهرم السكاني بالقاعدة إيه؟ لما عدد المواليد يقل القاعدة بتاعت الهرم هتبقى عريضة ولا ضيقة؟ أقول له هتبقى قاعدة ضيقة، يبقى هختار يتسم بالقاعدة الضيقة. طب رقم 12 أهم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان في مصر هي إيه؟ إيه أكتر شغلانة بيشتغل فيها الناس في مصر؟ اقول له الزراعة، 25% من قوة العمل، يعني من الناس اللي بتشتغل في الزراعة. طيب رقم ب عندي بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا. رقم 1 أهمية دراسة الهرم السكاني، ليه أنا وأنت بندرس أصلا الهرم السكاني؟ أقول له لتحديد احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل. ليه؟ لتحديد احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل، بشوفهم بقى محتاجين إيه من تعليم وصحة وخدمات وفرص عمل، المهم بعرف احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل. طيب رقم 2 اتساع قاعدة الهرم السكاني لمصر، ليه القاعدة بتاعت الهرم السكاني في مصر قاعدة عريضة ومتسعة؟ أقول له بسبب زيادة عدد المواليد. بسبب إيه؟ بسبب زيادة عدد المواليد، علشان عندي عدد المواليد كتير وبالتالي قاعدة الهرم عندي في مصر عريضة. طيب رقم 3 اختلاف شكل الهرم السكاني من دولة لأخرى، بيقول لك إن مش كل الأهرامات السكانية لكل دولة شبه الدولة التانية. ليه؟ أقول له بسبب اختلاف النمو السكاني، النمو السكاني من بلد لبلد بيختلف، وكمان اختلاف عدد المواليد. يبقى أنا عندي سببين بيخلوا شكل الهرم يتغير من بلد لبلد، اختلاف النمو السكاني واختلاف عدد المواليد. لأن طبعا لما عدد المواليد بيكتر فالقاعدة بتاعت الهرم هتبقى عريضة، ولما عدد المواليد يقل القاعدة بتاعت الهرم هتبقى ضيقة. يبقى بسبب اختلاف النمو السكاني واختلاف عدد المواليد، علشان كده شكل الهرم السكاني بيختلف من بلد لبلد. طيب رقم 4 بيقول لي بما تفسر يتوقع زيادة عدد كبار السن في مصر مستقبلا، ليه احنا عندنا توقع ان عدد كبار السن هيزيد في المستقبل؟ اقول له بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية. الرعاية الصحية والاجتماعية عندنا بتتحسن بشكل كبير جدا، فلما تتحسن الرعاية الصحية والاجتماعية عدد الناس الكبيرة مش هتموت بسرعة، فهتزيد نسبة عدد كبار السن. يبقى يتوقع زيادة عدد كبار السن في مصر مستقبلا، اقول له بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية. اما على الرقم 5 بيقول لي اهمية الفئة العمرية من عند 15 لحد 64 سنة، الفترة دي السن ده مهم ليه؟ اقول له لان الفئة دي الفئة المنتجة التي تعول صغار السن وكبار السن، ديت الفئة اللي بتنتج، ودي الفئة اللي بتصرف على صغار السن وكبار السن. فاكر الكلمة اللي قلتها لك في اول الدرس وتحقق برامج التنمية؟ ايوه هي دي اللي بتعمل برامج التنمية وبتعمل كل حاجة في البلد. المهم دي الفئة المنتجة التي تعول صغار السن وكبار السن. طب رقم ج بيقول لي اكتب نتيجة واحدة ترتبت على ما يأتي: زيادة عدد المواليد بالنسبة لشكل الهرم السكاني المصري، يعني
ايه اللي حصل لما عدد المواليد زاد في شكل الهرم بتاعنا؟ اقول له اصبح الهرم السكاني لمصر ذو قاعدة عريضة. اصبح ايه؟ اصبح الهرم السكاني لمصر ذو قاعدة عريضة. الهرم بتاعنا بقت القاعدة بتاعته عريضة بسبب زيادة عدد المواليد. يبقى احنا كده عرفنا ايه اللي حصل لما عدد المواليد زاد في مصر. اقول له اصبح الهرم السكاني لمصر ذو قاعدة عريضة. طيب اخر سؤال عندي جايب لي صورتين لشكلين من الاهرامات السكانية وبيقول لي امامك صورتين للهرم السكاني، ايهما يعبر عن الهرم السكاني لمصر؟ الشكل رقم 1 ولا الشكل رقم 2؟ اقول له على طول الشكل رقم 1 اللي هو الهرم ذو القاعدة العريضة. طيب بيقول لي الى اي انواع الاهرامات السكانية ينتمي الهرم رقم 2؟ الهرم التاني ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه الهرم ذو القاعدة الضيقة. الهرم ايه؟ الهرم ذو القاعدة الضيقة، يعني الهرم اللي ضيق من تحت، القاعدة بتاعته ضيقة، وطبعا ده بسبب انخفاض عدد المواليد. طيب بيقول لي اذكر تأثير كل هرم سكاني من الهرمين على برامج التنمية في الدولة. انا عايز اعرف الهرم الاولاني ازاي بيأثر في البرامج والمشروعات اللي في البلد، والهرم الثاني ازاي بيأثر في البرامج والمشروعات اللي في البلد. اقول له الشكل رقم 1 اللي هو الهرم ذو القاعدة العريضة يؤثر سلبا على برامج التنمية. نعم ايوه، ما انت عندك في عدد مواليد كتير بسبب زيادة عدد المواليد والضغط على الخدمات، يبقى ده بيأثر سلبا على برامج التنمية. مهما اعمل مشاريع ومهما اعمل حاجات مش هتبان بسبب زيادة عدد المواليد والضغط على الخدمات. طيب الشكل رقم 2 اقول له ده الهرم ذو القاعدة الضيقة، ده بقى بيؤثر ايجابا على برامج التنمية، يعني حاجة كويسة جدا. ليه؟ بسبب انخفاض عدد المواليد عدد الاطفال بيقل، وقلة الضغط على الخدمات، مش محتاج ابني مدارس كتير، مش محتاج ابني مستشفيات كتير. يبقى الشكل الاولاني بيؤثر سلبا على برامج التنمية. الشكل الثاني اللي هو الهرم ذو القاعدة الضيقة بيؤثر ايجابا على برامج التنمية، يعني ما بيعملش مشاكل علشان عندي عدد مواليد قليل وبالتالي قلة الضغط على الخدمات. وبكده نكون خلصنا اسئلتنا على تاني درس عندنا، وهتلاقيني سايب لك كل الاسئلة دي علشان تحملها تحت الفيديو على طول. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.